30 يوم يا مؤمنين، معقوله 30 يوم من يا رشا الاضاءه وحشه، يا رشا الصوت واطي، يا رشا القطايف دي اصلها ايه؟ انا حاسه ان رمضان السنه دي جري ورايا بعصايه، مش عدى عليا بسلام. بس بجد مش متخيله ان خلاص بكره مفيش منبه هيصحيني قبل السحور علشان الحق امنتج حلقه اول مره في رمضان. انا حرفيا بدات اتعود على الهالات السوداء اللي تحت عيني، وبقيت اتعامل معاها كانها نقوش اثريه محفوره على وشي من كتر التعب، ومحتاجه بعثه مرممين تنقذني. فاكرين لما نبشنا في اصل الفانوس وعرفنا انه كان برستيج وحركات امنيه فاطميه؟ ولا لما مسكنا المسحراتي وفصصنا تاريخه وعرفنا انه كان وظيفه ليها شنه ورنه؟ والقطايف اللي طلعت خناقه سياسيه بين امويين وعباسيين واحنا غلابه بنغمسها في العسل وخلاص. شفتكم لما كنتوا بتتصدموا ان الحاجه اللي بنعملها كل يوم دي وراها ملوك وصراعات واحيانا صدف اغرب من الخيال. الضحك اللي كان في الكومنتات ده لوحده كان كفيل ينسيني السهر. ايه اللي يقول لي يا رشا انا بقيت ماشي اوزع معلومات في البيت لحد ما زهقوا مني، واللي يقول لي انا بقيت بفتح الفيديو وانا باكل علشان المعلومه تتهضم كده مع الاكل. بين قوسين كده، عارفين يعني ايه اثريه تحاول تصور ريلز في رمضان؟ يعني كل ما اجي اقول وفي عصر الدوله المملوكيه اسمع كلاكسات العربيات في الشارع. في عيد المشهد اجي اتكلم عن الحاكم بامر الله وازاي منع الملوخيه في القاهره، الاقي ريحه التقليه طالعه من المطبخ بتناديني. بس بجد ومن غير هزار، اول مره السنه دي كان ليها طعم تاني خالص بوجودكم. شكرا لكل حد شجعني، شكرا على الكومنتس اللطيفه، لكل حد عمل شير وهو مبهور، ولكل حد فيكم خلاني احس ان شغل كأثرية مش مجرد كلام في الكتب، لا دي اكيد حياه بنعيشها وبنضحك عليها وبنفتخر كمان بيها. انتوا السنه دي ما كنتوش مجرد متابعين، انتوا كنتوا عيلتي الرقميه اللي كبرت بيكم. رمضان بيخلص بس الرحله لسه في اول سطر، والحكايات اللي جايه اتقل بكتير. فقبل ما نقفل الستاره ونروح ناكل كحك العيد، عايزه اعرف منكم ايه اكتر الحلقات اللي فعلا عجبتكم. وشكرا على وجودكم في عائلتي الرقميه. كل سنه وانتم طيبين.